السيدة كيم من الطبقة المخملية، بتتكلم عن أسعار الذهب مرة فوق ومرة تحت، هي ناقصة وجع دماغ، الألماس مفيش أحسن منه، تمنه فيه. استأذنت منهم رايحة الحمام، بس دخلت الأوضة اللي فيها الخزنة. كيم عندها بنت اسمها هيونج، هكرت كاميرا المراقبة وطفتها، وكمان بتساعد أمها تفتح الخزنة المعصلجة معاها شوية. أخيرا فتحتها ولقت الكنز. الست صاحبة البيت جت تطمن على الخزنة، لقت كيم اللي قالت لها إنها تاهت وبتدور على الحمام. رجل الأمن كلم ست البيت وقال لها الكاميرا اللي في الأوضة دي مش شغالة، بيبصوا عليها حركاتها غريبة. الست خدت بالها إنه الخزنة اتفتحت. كيم كانت قريبة من الباب وخرجت جري. الألمازة هنشوفها مع مستر جورج، شغلانته يبيع الحاجات المسروقة. بعد ما فحص البضاعة كلمها وقال لها الألماس ده مزور. المحقق هيون لسه جديد وما عندوش خبرة، بس هو بطل برنامج تلفزيوني اللي عاملاه الشرطة بعنوان 24 ساعة في حياة محقق. نرجع لسيدة الأعمال، أقصد الحرامية، بتحاول مع جورج يديها عملية جديدة بعد الفشل الكبير في آخر عملية ليها. عايزاه يدور لها على عملية أخيرة فلوسها كتير. هو ما كانش عايز يشتغل معاها لأنه عنده تجارب سابقة معاها، ده في أكتر من مرة جت تسرق والحاجة بقت في إيديها، بتسيبها وتهرب. ليه؟ ضميرها صحي. قالت له عشان بنتها يشوف لها عملية أخيرة، عايزة بنتها تبطل السرقة وتعيش زي الناس. جورج بيدور لها على حد تسرقه، بيقلب في الصور، في حد لما شافه اتخض. قالت له مين ده؟ قال لها ده ليفل تاني خالص، انت مش قده، تاجر آثار كبير. قالت له مالكش دعوة، أنا عايز أجرب. قال لها اسمه بارك، عمره 48 سنة، عاطل عن العمل، بيشتري تحف مسروقة وبيبيعها. في واحدة من اللوح الفنية عنده قيمتها 60 مليون وون. هنا بنشوف البرنامج اللي هيون بيمثل فيه انه بيمسك الحرامية، بس هو محقق، عايز يشتغل محقق مش عايز يمثل، وقدم استقالته. الضابط الكبير قال له ولا يهمك، انت كمل في التمثيل وانا هديك قضية كبيرة. واحدة فنانة في النصب والاحتيال اسمها كيم، عندنا معلومات انها ساكنة في المنطقة دي، دور عليها. كيم راحت تقابل واحدة زميلتها، مش بالطاقة لأنها أكبر منافس ليها في المجال ده. قالت لها من الآخر إنها هتبطل الشغلانة دي، بس عايزة فلوس كتير تخرج بنتها من القرف ده. عايزاها تساعدها في العملية الجاية وتقول لها شوية معلومات عن الراجل اللي هتسرقه. وريتها صورته، بتضحك لانها حاولت تسرق بيتهم وفشلت فشل ذريع. ايه اللي حصل؟ الراجل ده اسمه بارك، مهووس سوشيال ميديا، منطوي وشخصيته ضعيفة. ابوه اكبر حرامي اثار في البلد، كبر وعنده زهايمر، بينسى كتير، ده بيخرج الشارع بيدور اكل من الناس. لحد هنا انت هتفكر انها عملية سهلة. لما دخلت البيت وهسرق الاثار، الخدامة المخلصة اللي بيقولوا عليها العمة كوميكو شافتني. الست دي مفتاحة ومفيش حاجة بتستخبى عليها. خدتها الغابة ودفنتها، خلت راسها بره عشان التعابين تنهش فيها. كويس انه في واحد ابن حلال لحقها. قالت لها دي مش مشكلة، المشكلة انه اللوحات الفنية والآثار مش هتعرفي تبيعيها او تخرجيها، بس في حل. ابنه الغبي قال انه ابوه عنده دهب مخبيه في حتة الدبان الازرق ما يعرفش سكتها، دوري عليها. وهي ماشية قابلت راجل كان بيدرب بنتها رياضة تسلق الجبال، وكيم ساعدته انه يلحق نفسه ويطلق مراته اللي كانت هتدمره. قال لها انا اعرف واحد صاحبي في امريكا ممكن يدرب بنتك لحد ما تبقى محترفة في الرياضة دي. في الاخر قال لها سيبي بنتك تعيش حياة غير حياتك. كيم بتفكر في كلامه وتبعت بنتها، صحيح هتبعد عنها بس تحترف تسلق الجبال احسن بكتير من تسلق البنايات. المحقق هيون بيتعشى في المنطقة اللي فيها كيم. هيونج وهي راجعة البيت قابلت شباب اتربت معاهم وبيعتبروها زي اختهم، بيهزروا معاها لانه ما معهاش فلوس لحمة. هيون شافهم وقال لهم انه شرطي، بيسألهم في ايه. عملت انها ما تعرفهمش وانهم كانوا هيسرقوها لو هو ما ظهرش. بتمثل عليه انها بريئة وبتعيط، عايزاه يمشي معاها يوصلها البيت وتتعرف عليه. البت دي ما لقيتش غير الراجل ده تتعرف عليه، نسيت امها بتشتغل ايه، وصلها البيت، استنته لحد ما مشي وراحت بيتها. كيم بتقلب في صفحة بارك اللي منزل بوست بيقول فيه ناس كتير بيقولوا عليه شبه ليوناردو دي كابريو. هي قالت بقى انت شبه ليوناردو؟ بتفكر بشكل جد انها تخلص عليه قبل ما تسرقه. كيم فكرت انها تنط على بيتهم وتسرق القطة. وهي خارجة ما كانتش عايزة تجيب بنتها قالت لها انت محتاجاني لانها كانت هتخرج من غير عدة السرقة. في الاخر وافقت تاخدها معاها. عند البيت البنت اتسلقت الحيطة وفتحت الباب لأمها، بيدوروا على القطة، لقوها، خلوها تقرب بالليزر. لما قربت من الباب حطوها في الشنطة، وبكده سرقوا القطة الغالية على قلب ديكابريو. كيم سرقت القطة عشان ترجعها له وتتعرف عليه. كيم لقت انه بارك نزل بوست القطة الغالية اللي جايبها من بره ضاعت، وقام منزل اعلان في كل حتة. كيم خدت نمرته.
ابوه بيقول له زعلان علشان قطة، انت تجيب 10 غيرها. كيم كلمته وحددت معاه موعد ترجع له القطة، وهي بتجهز نفسها رايحة تقابله خدت بالها انه بيحب الازياء من ماركة معينة، لبست منها عشان تلفت نظره وسابته ومشيت وهتقابله بكرة. لما قعدت معاه سألها بتشتغلي ايه، قالت له انها دكتورة في الجامعة متخصصة في الفن الشرقي، وقد ايه هي مهتمة بالفن زي اللوحة الجميلة دي اللي زينت الكافيه، وانها كل مرة عشان تستمتع باللوحة دي لازم تروح المتحف. قال لها دي موجودة عندنا في البيت. متحف اللي بتقولي عليه؟ اللوحة اللي في المتحف مزورة، الأصلية عندنا في البيت. اداها موعد تيجي البيت عندهم وتشوف بنفسها. وصلت البيت وعرفها على ابوه. العمة كوميكو قالت له دي هتشوف الحاجات وممكن تفضحنا. قال لها اطمني هنراقبها. نزلوا تحت، شكله مكان سري. شافت كمية الآثار واللوحة الفنية اللي كل واحدة فيهم بشيء وشويات. قربت من لوحة شجرة الصنوبر، هي الأصلية. من الصدمة معرفتش تتكلم. ده بيتهم فيه آثار ولوح فنية أكتر من المتحف الوطني بذات نفسه. ابوه عايز يطمن انها مش هتفضحهم. قال لها بما انك متخصصة في الفن، اللوح دي اصلية ولا لا؟ كدبت عليه وقالت له انها عارفه ان ابنه بيهزر معاها، لانه اللوحه الاصليه موجوده في المتحف، اكيد مش موجوده عندكم. استاذنت عندها محاضره في الجامعه. ابوه مش مطمن وبعت حد يمشي وراها. خدت بالها انه في حد بيراقبها، ما نزلتش عند بيتها، كملت لحد الجامعه وبتكلم الطلبه كانها دكتوره في الجامعه. الراجل اتاكد انها بتشتغل هناك. كلمت مستر جورج وقالت له على اللي حصل. قال لها فكرة جميلة انك دخلت البيت من بابه، بس الصراحة ما ينفعش تمثلي دور الدكتورة لانك جاهلة في الفن والتاريخ. لو عايزة تكملي من غير ما تتقفشي انت تقري الكتب دي كلها عشان تعرفي كل حتة عندهم تاريخها ايه. في المول كانت ماشية معاه، هو قليل ادب مش شايلها الحاجات كلها، تقول خدامة عنده. بالصدفة شافت الست اللي ضحكت عليها أول الفيلم بتحاول تداري وشها. نزلت على الأرض بتمثل إنها بتربط رباط جزمته. الراجل وقف واتجمد مكانه مش عارف يقول ايه. بارك اتأثر لانها فكرته بامه اللي ربطت له الجزمة اخر مرة شافها فيها قبل ما تموت. قال لها هشتري لك كل حاجة وهيشيل الحاجات كلها. ابوه عنده واحد من الموظفين اشتغل عنده اكتر من 10 سنين، بدل الاثار الاصلية بحاجة مضروبة، خلص عليه والعامة كانت موجودة. كيم راحت تزورهم في البيت وقالت لابوه انها نص كوري نص ياباني. هي قالت له الكلام ده لانها عارفه انه بيحب اليابان قوي. كيم وبنتها كانوا ماشيين في الشارع بيقابلوا المحققة هيون. بنتها سلمت عليه. كيم بتقوله مش تعرفنا بنفسك؟ كلمني عن أسرتك وعن نفسك. أنا رائد في مباحث المخدرات يا عم. من يوم ما بدأنا في الكار وقالوا لنا اللحظة بتيجي مرة واحدة، ربنا يستر. كيم لون وشها اتغير لما عرفت انه ظابط. ما دخلتش السجن بالسرقة، تخش لان بنتها تعرف ظابط. ما عرفتش تعمل ايه، غطت شعرها وقالت لبنتها نسيت تطفي تحت الاكل وجري للبيت. يا نهار اسود، ظابط شرطة. كيم بتوضب شنطتها عايزة تغور من الحتة دي. بنتها قالت لها لا، احنا هنفضل هنا لحد ما تخلصي اخر عملية ليكي، وانها هتخلي الظابط بعيد عن سكتها. كيم جابت لهم حلويات يابانية، قالت لهم انها حضرتها بنفسها وعجبهم قوي. كيم سمعت العمة كوميكو وهي بتقول له عندك موعد في المستشفى بعد ساعة. جهزت الشاي لبارك وحطت فيه منوم. لما شربوا سألته ابوك عيان؟ قال لها ابويا مش عيان ولا حاجة، الشرطة دايما مراقبينه وبيضايقوه، وهو بيمثل انه عيان عشان لو اتقفش يفرجوا عنه بسبب مرضه. ما كملش كلامه وراح في سابع نومه. سابته. نزلت المتحف بتاعهم تدور على الذهب. في المستشفى الدكتور قال له انا مش عارف اقول لك ايه، انت عندك زهايمر. قال له دي تمثيليه بنمثلها على الشرطه. قال له لا بجد انت عندك زهايمر. كيم لسه بتدور. بنتها كلمتها وقالت لها الحقي رجعوا بسرعه. طلعت فوق استقبلتهم وفهمتهم انها كانت بتحضر الاكل. بعد ما خلصوا اكل العمه كوميكو شافت شنطتها، فتشتها لقت فاتوره المطعم اللي جابت من عنده الحلويات اللي قالت انها عاملاهم بايديها. كيم كانت ماشية مع بارك، حضر لها مفاجأة كبيرة، فرقة رقص بيعملوا حواليها قلب واداها ورد وبيغني لها. بعد ما خلص غنى اتقدم لها، هي وافقت. اتفاجئت قوي لما شافت حجم الألمظة الكبير. راحت عند جورج وقالت له انها دورت في كل حتة مش لاقية الدهب. تعمل ايه؟ قال لها معرفش سيبيني اكل. المشكلة وهي خارجة الحارس بيراقبها. العمة كوميكو بانت على حقيقتها. لما شافت الراجل الكبير هيتكل وابنه هياخد كل حاجة، لازم تاخد حصتها قبل ما تختفي كل حاجة، وبتوري المشتري الآثار اللي هتسرقها وتبيعها له. كيم لسه بتدور الدهب فين، يمكن في زرار مخفي لو دوست عليه بتظهر خزنة.
وهي بتدور أبوه بيطب عليها، بيحقق معاها وبيلعب في السيف قدامها وبيسألها عن مدينة في اليابان. قالت إنها زارتها مع أمها بس جاوبت غلط. بعدها قال لها أنا عرفت إنك جبت الحلويات من السوق مش أنت اللي عملتيها. كيم قالت له استنى اديني فرصة أشرح لك إيه اللي حصل. ولما قرب السيف منها وهيخلص عليها نسي هو كان هيعمل ايه، وقال لها انت بتعملي ايه هنا. هي بالغلط لبست نضارته مش نضارتها. بعدها تليفونه بيرن، اداها التليفون، كلمت الدكتور بتاعه اللي بيسأل عنه عنده موعد ما جاش ليه، وقالت له انها حالا هتجيبه المستشفى. هزرت معاه وقالت له ايه رأيك نتغدى. وقفت بتبص يمين، هي شافت ايه؟ العمة كانت جاية ومعاها سطل وممسحة عشان تنظف الطرطشة لما يخلص عليها. لقيتها ماسكة ايديه خارجين رايحين المستشفى. العمة كوميكو بتدي الراجل الكبير أدوية بتزود سرعة تدهور حالته، وفي خلال 3 شهور مش هيفتكر حاجة. كوميكو عارفة إنه الدواء بتاعها هو اللي أنقذ كيم، وإنه كيم حرامية وأكيد جاية تسرق، بس هتسيبها تعيش. يمكن تلاقي لها الدهب وتلحق تسرقه قبل ما كيم تسرقه. مستر جورج عامل لهم خطة بيجهزوا نفسهم على أساسها، وشوية العيال دول هيساعدوهم. في الوقت ده كيم وبارك بيجهزوا لفرحهم، وبنتها بتكلم الضابط بتتأكد ان كل حاجة تمام ولسه ما يعرفش هما مين. اليوم المنتظر، العريس وابوه بيستقبلوا المعازيم. كيم جاهزة وعلى سنجة 10. في واحدة قربت منها، دي زميلتها بتقول لها روحي الحمام. العمة شافتها وهي رايحة الحمام. زميلتها خرجت من الباب اللي ورا وهي دخلت الحمام. بنتها والعيال قدام البيت ومعاهم عربية نقل يشيلوا فيها الحاجة. فتحوا الباب وكل حاجة ماشية حسب الخطة المرسومة. العريس بيدخل لوحده الأول. دلوقتي وقت دخول العروسة. العامة فهمت انها هربت، خرجت جري راحت الحمام، ما لقيتهاش، لقت فستان الفرح. فورا خرجت هي وابوه راجعين البيت لانها اكيد هناك، بس العيال وقفوا قدامهم بالعربية اخروهم. في البيت الآثار كانت بتتغلف بعناية. كيم وصلت البيت ولبست النضارة بتاعت أبوه. الراجل الكبير كان بيلبس النضارة، ولما يبص الناحية دي كان بيشوف حاجة الناس كلها مش شايفينها. كيم لبست النضارة، شافت اللي هو شايفه، دهب. الدهب مخبيه ورا ازاز تظليل اسود. ولما بنتها لبست النضارة شافت الكنز. شالوا الديكور، كيم كسرت الازاز. دهب كتير. الراجل ده بشكله بيشتغل في السرقة من زمان زمان قوي. وبسرعة خدوا كل حاجة وهربوا. المتحف بتاعهم بقى فاضي. انتوا وصلتوا متأخرين. أبوه أغمى عليه لما شاف الدهب اختفى. العمة كوميكو أخيرا عرفت هو فين كان مخبي الدهب. كان مخبت الدهب ومش هتتصرف فيه غير لما تطمن انه مفيش حد عرف هي سرقت ايه بالظبط. جورج هيهرب الأم وبنتها عن طريق البحر. العمة كوميكو شافت الكاميرات وتعرف جورج من أيام زمان. راحت عنده وربطته وبعتت الصورة لكيم. كيم قالت لبنتها انها لو سابته ضميرها هيأنبها، بس انتي لازم تهربي. العيال راحوا عند بارك اللي فهم انهم هياخدوه، راح معاهم وما قالش لا. بنتها كلمت الضابط وقالت له عن العمة كوميكو اللي خدت جورج. كيم راحت عند العمة وبيضربوا في بعض. المحقق وصل وبيتخانق مع الحارس. كيم لقت جورج بس العمة مش هتسيبها وبتضرب فيها. بنتها وصلت، ساعدتها يوقعوها بالضربة القاضية، قدروا عليها. المحقق خبط دماغه ودماغ الحارس واغمى عليهم هما الاتنين. كيم وبنتها انقذوا جورج وربطوا المجرمين جنب الضابط، قال يعني انه هو اللي قبض عليهم. العيال لما خدوا بارك خلوه يقعد بين الآثار، وصلوا ونزلوه قدام الصحفيين. هو دلوقتي بنظرهم بطل لانه رجع الآثار اللي ابوه سرقها. كيم لما عملت معاه الحركة دي ساعدته عشان ما يخشش السجن ويبقى بطل قدام الناس كلها. ما هنش عليها فراق بنتها، بس خليها تسافر تحقق حلمها. كيم خبت الدهب فوق المحل. أكبر حرامي آثار حالته اتدهورت، إزازة المية فاكرها كنز. بنتها جيونج بقت تشارك في مسابقات دولية. المحقق بقى ضابط بطل ومشهور. العمة كوميكو اتقبض عليها بتهمة تهريب الآثار. الأب لما شاف ابنه في التلفزيون رجعت له الذاكرة وسمع المذيعة وهي بتقول بارك لما رجع الآثار بقى بطل قومي.